السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير اسم القناة بتاعتنا من خلال الهاتف المحمول بتاعنا بعد تحديث 2023. طيب ازاي بقى نقدر نغير اسم القناة بتاعتنا من خلال الهاتف بعد التحديث الجديد؟ تمام. كل اللي علينا يا شباب هنكون فاتحين الموبايل بتاعنا، بعد كده هنبدأ نضغط على تطبيق اليوتيوب. من تطبيق اليوتيوب طبعا زي اول ما يفتح معانا نضغط على صورة القناة، من صورة القناة يفتح معانا بالشكل ده. تمام. طبعا انا اسم القناة بتاعتي احمد علي محمد. تمام. كل اللي علينا هنبدأ نضغط على قناتك. بعد ما ضغطنا على قناتك هيظهر معانا بالشكل ده قناة احمد علي محمد. تمام. في قلم زي ما انتم شايفينه كده، علامة القلم دي هنضغط عليها هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده. هنيجي عند أول حاجة مكتوب اسم أحمد علي محمد، ده اسم القناة زي ما قلنا. هنبدأ نضغط عليها من خلال القلم برضو هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. تمام. ملحوظة يا شباب عشان تكونوا عارفين، أي تغييرات هتحصل على اليوتيوب فقط. يعني لو غيرت اسم القناة بتاعتك على اليوتيوب، الاسم ده هيتغير على اليوتيوب فقط ومش هيتغير على حساب الجيميل. يعني تغييرات حساب الجيميل بتكون ليها تغييرات خاصة بيها من جوه، وتغييرات وقناة اليوتيوب بيبقى خاصة بيها التغييرات بتاعتها. تمام. يعني انا لو عايز اغير اسم القناة بتاع اليوتيوب هبدأ اعمل الاعدادات دي زي ما انت شفت. طيب انا عايز اغير بقى اسم حساب الجيميل، فعشان اغير اسم حساب الجيميل ده بيتغير من طريقة تانية اللي هي ايه؟ طريقة من داخل حساب الجيميل. يعني كل اللي انا عايز اوصله لك، عشان حاسس انا توهتك، اي تغييرات هتحصل هتكون على اليوتيوب فقط. يعني هنا بيقول لك يكون الاسم مرئي لجميع المستخدمين على اليوتيوب. الاسم كل اليوتيوب المستخدم اليوتيوب بيقدر يشوف اسم القناة بتاعتك. تمام. هنا بيقول لك ستظهر التغييرات التي تضطر على اسمك في اليوتيوب. ستظهر التغييرات اللي انت هتعملها على اسمك في اليوتيوب فقط. يعني اي حاجة تعملها على اليوتيوب او اي تغييرات على اليوتيوب هتظهر على اليوتيوب فقط، مش هتظهر على حساب الجيميل. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه؟ يمكنك تغيير اسمك مرتين خلال 14 يوم. يعني انت تقدر تغير اسم القناة بتاعتك كل 14 يوم مرتين. يعني انا غيرتها الوقت مرة، وجيت غيرتها تاني مرة، جيت هاجي اغيرها تالت مرة، هيبدأ يقول لك انتظر معانا 14 يوم عشان تقدر تغير القناة. يعني كل 14 يوم تقدر تغير اسم قناتك مرتين. بيديك اتاحة وبيديك فرصة ان انت تقدر تغير اسم القناة بتاعتك مرتين كل 14 يوم. تمام. طيب احنا كده بقى هنبدأ نغير اسم القناة طبعا من احمد علي محمد. نمسح الاسم كده، ممكن نخليها مثلا علي 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 مثلا كمثال. يعني احنا كده خلينا اسم القناة علي علي علي. تمام. وهنقول حفظ. تمام. لو لاحظت هتلاقي اسم القناة بقى علي علي علي. تمام. لو رجعنا كده هتلاقي اسم القناة اتغير معاك بكل سهولة وبقى اسمه علي علي علي. ده كان شرحنا النهاردة ازاي تقدر تغير اسم قناتك على اليوتيوب بالنسبة لليوتيوبرز المبتدئين على اليوتيوب، عشان يقدروا يعرفوا يغيروا اسم قناتهم ازاي ويبدأوا يشتغلوا على القناة بتاعتهم بالاسم الجديد اللي هيظهر معاهم ويكون مرئي لجميع المستخدمين على اليوتيوب. اتمنى طبعا اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.